المثال ده يقول ان في واحد بعد عن ربنا. مثال واحد بيتخانق انتوا بقى الحاجه بقى ايه، حاسب بنفسك بقى وخلاص بقى ايه راجل، فامك بتقول لك اعمل كذا مش عارف، يا ابني ذاكر مش مذاكر، يا سيدي ذاكر مش مذاكر، انتوا هتنقطوا في عيشتنا. طب يا ستي والله انا سايب لك البيت، وريني هتعملوا ايه؟ ماشي، خد بعضه وساب البيت. عمل ايه؟ هيعمل ايه؟ راح لصاحبه فلان، انا اتخانقت مع ابويا النهارده وسبته من البيت، بعدين خدني عندك في يومين بقى لغايه نشوف هنعمل ايه. قعد عند صاحبه يوم اثنين تقف، مبقاش ينفع، ملوش غير بيته، يتصرف ازاي؟ مصروفه فلوسه هيجيب منين؟ قعد يوم اثنين ثلاثه لما لقى نفسه مش عارف يعمل ايه، ينزل من صاحبه ده لصاحبه ده، في الاخر ما لقاش غير كده دول. عمل ايه؟ رجع لهم بالليل، فقعد يخبط على الباب، ابوهم نايمين، يخبط على الباب مفيش. راح عمل ايه؟ راح نايم على عتبه الباب. ابن القيم بيقول فبعد كده امه الصبح فتحت الباب لقت ابنها على العتبه، راحت وضته النار وقالت له يا ابني هو انت مش حاسس ولا عارف ان انا اكتر حد بيحبك واكتر حد خايف عليك، وانا لما كنت بقول لك اعمل كذا وانا بعمل كده عشان اطبقك في عيشتك، انا بعمل كده عشان مصلحتك. وخدته في حضنها والولد جمعته على خده وفهم الدرس ان ملوش غير امه، بيقول وانت مالكش غير ربنا. فاهم المعنى؟ يعني برضه ليه بص بقى ربنا قال لك ما تبصش على الستات، انا عايز ابص على الستات. ربنا قال لك ما تشربش بتاع، انا عايز اشرب. انا بقى مش عايش كده، وتعمل اللي انت عايزه. وبعد كده تفهم ان انت ضيعت نفسك. يوم ما تلاقي نفسك ساقط ولا جايب نمره ما تخش فيها معهد عدل، وتلاقي نفسك ضايع وبقيت في المجتمع ضايع، وبقيت نفسك ما اشتغلتش شغلانه عدله وقعدت تجري على اقرب قهوه، وبقيت ولا عارف تفتح بيت ولا عارف تبقى انسان منتج ولا عارف تجيب فلوس، وبقيت ضايع دنيا واخره. ساعتها تقول يا لو كنت سمعت كلام ابويا وامي، ولو كنت سمعت وفهمت كلام الراجل اللي كان دايما في المدرسه ده وقعد يقول لنا عايزكم تبقوا كويسين وتبقوا كذا، يا ريتني كنت سمعت كلامه. كان ساعتها الموضوع اتغير، كان زمان دلوقتي دكتور، ولا كان زمان مهندس، ولا كان زمان النهارده شغال شغلانه في شركه من الشركات وباخد لي قرشين حلوين، بدل ما انا دلوقتي بقيت بقى اي حاجه في اي حاجه. انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يا ريت ما تنسوش المعاني دي يا شباب. وكل ما الشيطان يمسك على انك تبعد تفتكر انت ايه ووزنك ايه عند ربنا، اوعى تبقى ذليل لمعصيه ابى الله الا ان يذل من عصيه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ان ياخذ بايدينا وايديكم اليه وتذكرني عليه. استغفرونا واغفر لكم وقولوا ربي الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.